الريسك 1000 جنيه، عشان لو مثلا الاسعار زادت، مثلا رحت مطعم لقيت المطعم ده غالي قافل، فاروح مطعم تاني هيبقى بعيد وهيبقى قافل، مش هيبقى قافل، الاسعار فيها تبقى اغلى، هيبقى في فرق، فلازم يبقى معايا ريسك. انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل، بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات PMP. ومش عايز أحرق لكم بس نتائجهم مبهرة. أنا زين العابدين، عندي 12 سنة. My dream is a football goalkeeper، ان انا ابقى حارس مرمى ان شاء الله نادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. السكوب بتاعي ان انا انام بدري واكل كويس وتريننج كويس، اتمرن كويس عشان يقبلوني ان شاء الله باذن الله، وايت هيلثي فود، اكل صحي. بعد كده اقدم في النادي عشان يعني ابقى اخش الاختبارات ان شاء الله، واجتهد في دراستي عشان اجيب مجموع عالي وادخل الجامعه اللي انا عايزها. بعد كده التايم الستارت، اول حاجه السليب ايرلي، انام بدري. بعد كده فود، ايت هيلثي فود، اكل صحي مش مضر. اقدم في النادي الاهلي وانا عندي 18 سنه. بعد كده العب في النادي الاهلي وانا عندي 20 سنه، والاند خلاص فاينل. بعد كده الكوست بتاعي 8000 جنيه. الريسورسز اللي انا هستعملها الشنكار 500 جنيه، والجلافز ب 3000 ونص، والستارز ب 3000 جنيه. الريسك 1000 جنيه، عشان لو مثلا الاسعار زادت، مثلا رحت مطعم لقيت المطعم ده غالي قافل، فاروح مطعم تاني هيبقى بعيد وهيبقى قافل، مش هيبقى قافل، الاسعار فيها تبقى اغلى، هيبقى في فرق، فلازم يبقى معايا ريسك. وبرده لو الاسعار زادت، الستيك هولدرز اللي هيبقوا معايا، ماي فاميلي، كل عيلتي ان شاء الله. هو التوتال بادجت بتاعك كام؟ التوتال بادجت بتاعي 8000 جنيه. فيها ريسك قد ايه؟ فيها ريسك 1000 جنيه. اوكي، طب ايه الريسورسز دي يعني؟ الريسورسز اللي انا هستعملها يعني الموارد اللي انا هستعملها. اوكي. اول حاجه الشنكار، بعد كده الجلافز، بعد كده الستارز، بعد كده الريسك 1000 جنيه مثلا لو زي ما قلت لحضرتك. بعد كده الستيك هولدرز اللي هيبقوا معايا وانا بحقق، الناس اللي هتاثر عليا وانا بحقق حلمي، مامتي وبابايا والجامعه والمدرسه ومالتر كله ان شاء الله. اوكي، بس كده ستيك هولدرز ماما وبابا والناس دي ولا؟ لا بس. والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، بس كده. ثانك يو سو ماتش. ممكن يا جماعه نسقف